افضل 5 مودات لماينكرافت البيدروك. المود الاول وهو شين سونيك، ولو ما تعرفش مين هو شين سونيك فهو واحد من نسخ سونيك الشيطانيه المصنوع باسلوب فيديوهات الانالوج هورور. والمود ده فيه 4 فيزات واللي هي المراحل. الفيز الاول هو الفيز المبدئي لشين سونيك، واول ما بيرسبين بيحوم في ماينكرافت بحثا عن الموبات عشان يتغذى عليهم ويوصل للفيز اللي بعديه وهو الفيز الثاني. في الفيز التاني شين سونيك بيكبر في الحجم وبيقتل بضربة واحدة كل الموبات لأنه بياكلهم، بس ما عدا الوردن لأنه بيقعد يضربه عادي، بس برضه عزيز المشاهد بيقتله في النهاية. والفيز التالت يعتبر أخطر من الفيز الأول والتاني بكتير، لأن شين سونيك بيتحول لعملاق وبيستدعي مجموعة من شين تيلز بتمسك في الموبات تدمجهم وتوقعهم على الأرض، وبيموت أي موب بضربة واحدة حتى الوردن، وبيعمل هزات أرضية كل ما يمشي. بس ده لا يقارن بالفيز الرابع، لان شين سونيك بيبقى عملاق بطريقة كبيرة جدا وبيبقى شبه منيع لأي حاجة تعملها له. اكيد عرفت المود التاني وهو ذا اميزنج ديجيتال سيركس. مود بيضيف لك كل الشخصيات العرض زي بومني، جاكس، راجاسا، جانجل، زوبل، كينجر، وحتى كين، وكمان كوفمو، وبرضه الشخصيات الجانبية الموجودة في العرض، وكل واحد ليه صوته والكلمات اللي بيقولها. بس اوعى تضرب كين لانه هيتحول عليك. ولو ضربت جانجل هكسر قناع الكوميدي بتاعها، وكمان ممكن بالبوكس ده تغير اجزاء زوبل. المود التالت وهو بيتزا تاور. المود ده بيحولك لبيبينو، هتمتلك كل قدراته، هيبقى عندك قدرة الجراب واللي هي المسك، وهتقدر بقى تمسك اي موب وتقدر كمان تحدفه، ولو نطيت وانت ماسكه ودوست شيفت هتتحول فجأة لجون سينا. ولو جريت هتتسارع لغايه ما تبقى سريع جدا وهتقدر تقتل اي موب في طريقك، ولو انت دوست شيفت هتعمل تشارجينج وهتطير في السما زي الصاروخ، هتقدر تغير مسارك، وهتقدر تتسلق الجدران بسرعه جدا لو نطيت عليها، ولو انت في مكان عالي ممكن تعمل بادي سلام. تقدر تعمل طنط لو اي موب حاول يهاجمك عشان تعمل له انكاونتر وتموته، وكمان مش هتموت ابدا، هتاخد بس ستان لما اي موب يضربك او تتحرق من النار. وكمان المود بيضيف حاجات كتيره زي الشوت جان والجان، وصراحه السلاحين خرافيين. بيضيف كمان زعماء زي بيبينو المزيف زي بيبينو، وكمان رجل الفلفل ذا بيبر. المود الرابع مود مميز لانه بيضيف سانس وانداين. اول ما تراس بنت سانس هيقول ايه اللي جابني هنا، هيقعد يتمشى، ولو ليه اي محل صغير قريب هيروح يقعد فيه، وتقدر بعدها تتكلم معاه وكمان تشتري منه هوت دوج، والهوت دوج ده بيملي هيلثك كل ما تاكله، بس اياك تضرب سانس لان سانس هيقاتلك، ومهما حاولت تضربه هيعمل دوج وهتجنب كل ضرباتك، ولو انت سبت القتال ومشيت هيقول لك انا تعبت برضه وهينام، بس لو جربت تتذاكى وتروح تضربه هيبقى مستعد ليك وعارف انك هترجع تضربه من غير ما يعرف. بس لو لقيت انداين اجري او استخبى لانها فضل المطاردة وبتدور عليك، ممكن تستخبى في الزرع وممكن تشتتها بأي حاجة ترميها، بس لو لاحظتك هيبقى عندك حلين عشان تتخلص منها، والأول إنك توديها بايوم أو عالم ساخن زي السافانا أو النزر عشان تمشي وتسيبك، والحل التاني إنك تواجهها، وعشان تواجهها لازم تخليها تخلق الدرع لأنك مش هتعرف تضربها وهي لابساه. أول ما تخلق الدرع هيبقى عندك رمح تقدر تدافع بيه عن نفسك وتحاربها، وصراحة تتقال قتالها أحسن من سانس بكتير. المود الخامس صراحة أفضل مود لسونيك الشرير شفته للبيدروك، لأنه حرفيا بيديك تحكم كامل في الإكسي عن طريق أداة معينة، وهي دي ممكن تغير شكله 3 أشكال وليه خيارين: السرفايفل اي اكس بي، وده خيار محاولة إنك تنجو منه بس للأسف ما تعرفش إنه بيقتلك على طول بدون تفاهم، والخيار التاني هو باتل اي اكس بي، وده بيخليك تدخل مع الإكسي في قتال، وحرفيا ليه كذا حركة بيعملها، وخيار القتال مسلي جدا سواء كنت بتحاربه وتشوف هو بيواجهك ازاي، او المفاجأة كمان انك ممكن تخليه قتل موبات تانية، وده طبعا هيبقى حاجة فخمة لانك تخيل ان هو يقاتل مثلا شين سونيك او سانس، وسانس اصلا ما بيتضربش، تخيل الشخصيتين هيعملوا ايه في بعض. وكمان لو عايز تشيله ممكن تعمل ريموف سونيك اكس.